أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك يا برج العقرب، مساء الطاقة الإيجابية عليك ومساء الفرحة والسعادة والوفرة. أهلا بك مرة ثانية يا برج العقرب. النهاردة هنتكلم عن الفترة بإذن الله من يوم 18 حتى يوم 31 يوليو لعام 2024. القراءة دي قراءة عامة تنفع للرجال والسيدات وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وللقراءات الخاصة أو الاستشارات الخاصة بنعمل انتساب أو انضمام للقناة أو نفعل ميزة شكرا أسفل الفيديو. أهلا بيك مرة ثانية يا برج العقرب، وأحب أفكركم بقناة الكبسولة، القناة المتخصصة في تلخيص الكتب العالمية والثقافية والعاطفية والمشورة الزوجية الحديثة والمقبلين على الزواج. أنا هسيب لكم اللينك بتاعها في أول تعليق أسفل الفيديو، يا ريت تشتركوا فيها لأنها هتفيدكم كتير في حياتكم الخاصة. أهلا بيك يا برج العقرب مرة ثانية، ونجاح يكسر عين أعدائك يا برج العقرب، ومفاجأة سارة وسعيدة. برج العقرب، واجه جميع مسؤولياتك وأعمالك بكل أمانة، ولا تجعل نفسك تتأثر بالآخرين، فشؤونك المالية سوف تتحسن، ولكن عليك إتمام الأعمال المتأخرة. حياتك العاطفية يا برج العقرب تبدو جيدة، لأن الشريك بيحبك بإخلاص، وعندك نقاشات عائلية بسبب بعض الشؤون العقارية، فكن حريصا. أنت بحاجة إلى جو من الاستقرار والرصانة، وعليك أيضا أن تؤمن هذا الجو إلى رفيقك. برج العقرب، البقاء للأصلح، اختار بدقة أصدقاء أو زملاء الحياة، تفاهم مع الطرف الآخر واهتم به وقدم له يد المساعدة. عندك قرارات هامة تتصل بحياتك ومستقبلك، وعندك نجاح يكسر عين أعدائك ومفاجأة سعيدة قريبا يا برج العقرب. برج العقرب، جوك العاطفي سوف يتمتع بصفاء وعطف من يحبك ورعايته، وتشعر بميل إلى المحاورة وبناء مشاريع للمستقبل. عندك علاقات اجتماعية حسنة ونجاح مؤكد، فلا تنساق مع تشاؤمك حين تصادفك أمور معاكسة. لا تتخذ قرارات سريعة، واستشير من تحب قبل أن تقرر شيئا. برج العقرب، جو من الصداقة يرضيك، فاترك لكل أفراد أسرتك أن يتحمل كل منهم مسؤولية نفسه. عندك الفترة اللي جاية أيام هادئة وسفر سعيد وانسجام مع من تحبه. حياتك العملية هتكون مثمرة. عندك جديد في مجال الأرباح. عندك بإمكانك أنك تعيش بهدوء وأمان وأن تتمتع بأوقات ممتازة، فلا تتشاجر مع مساعديك أو زملائك، لأن وضعك سوف يتحسن سريعا. برج العقرب، الفترة دي كمان أنت هتمتلك مواهب كثيرة وهتعرف تستغلها. زي إيه المواهب دي يا برج العقرب؟ المواهب دي إنك بتعرف إن الحب أفضل مادة للتجميل، فهتكون رائع مع الشريك أو مع الحبيب. كأنك هتعيش يا برج العقرب أنت والحبيب يعني شهر عسل من أول وجديد عندما تسافروا. برج العقرب، إذا أردت الاستمرار في النجاح والاحتفاظ بإعجاب الآخرين، فتعلم الصبر والهدوء، وحاول أنك تتأنى في الأمور. حاول يا برج العقرب أن تكون أمورك مع الحبيب على ما يرام، يعيش كل منكما معتمدا على الآخر، فهناك مفاجآت سعيدة. برج العقرب، كمان الفلك ينصحك أنك تقدم هدية جميلة لشريك حياتك، لأنك سوف تجد أثرها السحري في نفسيته. برج العقرب، كمان أي قضية خططت لها منذ زمان بعيد سوف تكسبها، فكن عاقلا، فالغضب لن يغير الواقع والمكتوب لا مفر منه، فلا تتشائم فالوضع ليس سيئا. حاول انك كمان تكون جيد الإصغاء إلى مشكلات الأهل وتنجح في تخفيف آلامهم. برج العقرب، عندك بالفعل مفاجآت سعيدة، لأن عندك الفرحة المنتظرة والخير بالتوأم، فعندك النجاح بداية مش نهاية، وكمان عندك خبر يستاهل احتفال ومصدر مالي وحب راجع ليك يا برج العقرب. برج العقرب، عندك بدل الفرحة فرحتين بالفعل،
وعندك الفترة اللي جاية دي تعتبر فترة مليئة بالفرص المهنية، وهي فترة المال والربح. وعندك كمان خبر هتسر قلبك وأخبار سعيدة بانتظارك. في عندك تغيرات قدرية كلها في مصلحتك. في عندك علاقة عاطفية قدرية ما كنتش عامل حسابك فيها. في هدايا جاية لك يا برج العقرب. برج العقرب في انتعاشة مادية الفترة القادمة، ونقول إن هو موسم الجمال والحصاد، أو الحصاد على غير أوان، لأن عندك طرق جديدة هتفتح ليك، وهتكون الفترة المقبلة أفضل بكثير من الفترة الماضية في عملك، وهتمكنك من تحقيق نجاحات جديدة والوصول إلى القمة. كمان يا برج العقرب حافظ على التفاؤل وغير من روتينك في العلاقة مع شريك حياتك. كمان خلي بالك يا برج العقرب إن في أشياء كثيرة سارة ستحدث ليك الفترة القادمة، فتفائل بالخير، وعندك نقطة تحول في حياتك. وعندك كمان قرار بالمسامحة لطرف قديم من الماضي، وفي انتظارك ضربة حظ تحول حياتك 180 درجة يا برج العقرب. برج العقرب أنا مش هطول عليك، لكن إذا عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.